بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة أنا سمعتها عن المصريين وشهامة المصريين. ورغم كل ما يتقال ونشوفه أخطاء وبتحصل طبعا موجود وحاجات بتزعلنا وأخطاء بنشوفها في بلدنا وأخطاء بنشوفها من الناس، لكن يبقى الجين جوه المصري إنه شهم مهما كان وحش، هو في الآخر في حتة شهامة وجدعنة. القصة إن أنا كنت بعمل عمرة من حوالي أسبوعين، قريب قوي الحكاية دي. كنت في مكة والمدينة والتقيت برجل سعودي فحكى لي قصة عجيبة. قال لي أنا أخوالي مصريين، ولكن أنا سعودي طبعا وباسبوري سعودي وكل حاجة، لكن جزء في عيلة أمي أخوالي كلهم من المنصورة. بيقول لي وأنا عايش هنا، لكن جيت من حوالي سنة أزور مصر. كان طبعا الوضع الأمني صعب جدا وكان لسه ما فيش شرطة وكده وفي اضطرابات فهو بيقول أنا نزلت القاهرة وبعدين قلت للناس من عيلتي أنا هروح المنصورة أزور بقية العيلة. فقالوا لي طب هتروح ازاي وكده؟ قال لهم لا أنا في مصر بحب أسوق وأركب العربية وأسوق. قالوا لا بس الدنيا خطر وكده. قال لهم لا 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 ما فيش أي مشاكل. فقالوا طب الله يخليك، وأنت رايح في بنت كانت في دار أيتام في المنصورة، البنت ما شاء الله كبرت وهتتجوز، فنحن هنديك شنطة، الشنطة دي مليانة هدوم للبنت دي اللي بقت عروسة، وهنديك فستان فرح علشان يعني نبقى شاركنا ان بنت يتيمة هتتجوز فنحط لها فستان فرح. فقال لهم طبعا. فحطوا في شنطة العربية شنطة كده مليانة هدوم للعروسة، وقاموا حاطين فستان الفرح بتاع البنت دي في الكنبة الورانية، وهو خد العربية وطالع بالليل. الطريق كان مقطوع، ناس قطع الطريق بس مش مظاهرة ولا حاجة، ده مجموعة عصابة واقفة قطع الطريق على الناس. انزل، نزلوه، هات المحفظة بتاعتك، اقلع الساعة. خدوا الشنطة اللي ورا، فتشوه كمان يشوفوا معاه ايه، فطلعوا لقوا الباسبور سعودي، وكمان الباسبور سعودي يعني معاك فلوس ها الراجل الكبير بتاعهم بيحاول ياخد اي حاجه معاه، بيبص كده لقى فستان البنت على الكنبه الورانيه. فبص له قال له ايه ده؟ قال له دي بنت يتيمه في دار ايتام كبرت، فانا اخوالي قالوا لي اخد لها الفستان دون علشان نفرح بيها ونجوزها. قال له الفستان ده بتاع بنت يتيمه؟ قال له قال له انت جاي من السعوديه علشان تاخد الفستان ده توصله للمنصورة؟ قال له أيوة. قال له أنت جاي تستر بناتنا وتستر عرضنا وإحنا ناخد فلوسك؟ رجعوا له فلوسه، ده جاي يستر بناتنا. فهو الراجل لبس ساعته وخد شنطه وخد حاجته، بس هم في الآخر قاطعين طريق. فقال لهم ما توبوا وابدأوا إن أنتوا تبدأوا حياة جديدة. انتوا ممكن تكونوا احسن من كده كتير بدل اللي انتوا بتعملوه دون. هو بيحكي بيقول حسيت ان بعضهم عينيه بتقول انا نفسي اتوب. هي القصه خلصت، بس انا بحكي القصه دي عشان اقول لكم المصريين فيهم جين الشهامه. عايزين نحافظ على الجين دون، مش عايزين نحافظ على الجين دون ونقول ما هو يبقى نعمل اللي احنا نعمله ويعمل. لا لا لا، المصريين ده دول اللي كده عملوا كده، فما بالكم بالناس الطيبين الجمال. يا مصريين حافظوا على أجمل ما فينا عشان يفضل جوانا بسمة أمل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.